تعتبر من اقوى المنشطات الجنسيه للحمام لاحتوائه على ماده السيلينيوم. دي طبعا بتساعد في سرعه وكفاءه الخصوبه وبتظبط الهرمونات عند الذكوره. ده طبعا بيزود الانتاج عندنا وبيزيد من سرعه التخصيب عند الذكوره. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم على مكون او منتج مهم جدا جدا لازم تجيبه من عند العطار، هيساعدك في خلال فترة الصيف ان شاء الله تحسن الحمام بتاعك في مرض الجدري، مرض الروشة، بعض الامراض اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا بتعطلنا عن الانتاج. نقدر ان احنا ننتج في خلال فصل الصيف ده باذن الله، والحمام بتاعنا ما يجيلوش اي امراض. هتزود كمان عندك وزن الزغاليل، هتخلي الحمام ينتج باستمرار، مش هتكلفك كتير، بل بالعكس انك انت بمعلقه واحده بس هتضيفها على الكلفه هتشوف فرق كبير جدا في الانتاج عندك. الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هو السمسم. السمسم يا جماعه اللي هو بيحتوي على البروتين، الاملاح المعدنيه، فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين اي، يحتوي على الكالسيوم والفسفور، يحتوي كمان على الحديد والبوتاسيوم. يعني حاجات عظيمه جدا جدا ممكن ان احنا نلاقيها في بعض الادويه والتحصينات اللي هي بتبقى غاليه. عشان كده انا بحاول ان انا اقدم اضعف الحلول للمربي عشان يستفاد منها. مش هنلاقي عندنا اي حاله من حالات الاسهال، مضاد للبكتيريا. يعني لو في اي مرض بينتشر في التوقيتات اللي احنا فيها دي، الصيف او في الشتاء، البكتيريا اللي هي بعد كده بتؤدي لحالات السالمونيلا هتختفي عندنا تماما. مفيد جدا للجهاز الهضمي، يعني هيعمل سرعه تحويل في الغذاء. زائد كمان ان مش هيبقى في حالات تسيف، هيبقى فرد الزغلول بتاعنا وزنه كبير، زائد ان القصوص بتاعتنا ذات نفسها مش هيبقى فيها تسيف نتيجه التاكيل اللي هو بيعمل اجهاد للذكر وللنتايه، فطبعا ده يختفي تماما. منشط جنسي وطبيعي، يعني لو احنا بندور على السيلينيوم هنلاقيها طبعا في السمسم. السمسم اللي هي بمعلقه واحده بس ممكن تحطها على كل 5 كيلو كلفه. صدقني لو الاسوس كلت منها ان شاء الله باذن الله هتحل جميع مشاكل الانتاج. يدعم كمان سرعه نمو الزغاليل، ويعتبر كمان من المكملات الغذائيه. بيساعد على ترطيب الجلد، اقدام الحمام اللي هي بعض الناس بتشتكي من تورم اللي هو بيبقى في قدم الحمام، بيختفي عندنا تماما عند استخدامك السمسم. يحتوي كمان على فيتامين اي والذي يقوم بتنشيط الدوره الدمويه. الدوره الدمويه طبعا اللي هي ممكن يحصل تجلطات نتيجه فيروس نيوكاسل اللي هو ممكن يصيب الحمام بتاعنا، بيؤدي بعد كده بروشه. طول ما الدوره الدمويه بتاعتنا نشطه باستمرار مش هيحصل اي حاله من حالات الروشه اللي احنا كلنا ممكن نشتكي منها. السمسم كمان يعتبر احد اهم العناصر في علاج الديدان. الديدان اللي هي بتبقى العامل الاساسي في قله الانتاج، مش هيبقى فيه انتاج ولا هيبقى فيه بيض طول ما الفرد عنده ديدان. ما بيخليش الحمام لا يبيض ولا بيخلي الذكوره التخصيب بتاعها بيبقى كويس لو الحمام باض. يعالج كمان ايضا الامساك عند الحمام، حالات الامساك اللي هي بتبقى عند الفرد. طبعا الحمام وخاصه الحمام اللي بيبقى راقد على بيض بيحصل له عمليه امساك، طبعا مضاد لحالات الامساك ومفيد جدا للحالات اللي هي بتحصل عندنا حالات الامساك في الحمام. يزيد من لمعان الريش اللي هي طبعا لسه متكلمين عليها اثناء فترات القلش وبعد فترات القلش. السمسم كمان يعتبر من اقوى المنشطات الجنسيه للحمام لاحتوائه على ماده السيلينيوم. دي طبعا بتساعد في سرعه وكفاءه الخصوبه وبتظبط الهرمونات عند الذكوره، فده طبعا بيقلل من حالات البيض اللي هو الرايق، ما بيبقاش فيه بيضه رايقه او ما بيبقاش البيضتين رايقين، وده طبعا بيزود الانتاج عندنا وبيزيد من سرعه التخصيب عند الذكوره. يحسن كمان من عمليه الهضم، ودي طبعا اهم حاجه طبعا بحتاجها اثناء عمليات الهضم اللي هي بتحصل للزغاليل. بنلاقي فيه تحجر في الحويصله طول ما عمليه الهضم دي شغاله كويس مع الزغاليل، خاصه بتعمل زي تحول في الغذاء على الجسم بتاع فرد الزغلول، وبالتالي ده بيزود من وزن الزغاليل وبيخلي الحمام عندنا مش مسيف بمعنى اصح. برضو اذا كان عنده الاسوس الكبيره نتيجه تاكيل الزغاليل او الاجهاد اللي بيحصل اثناء عمليه تاكيل الزغاليل. يعمل على حرق الدهون وخاصة عند فتحة المجمع اللي هي طبعا بيحصل تليس عند المبيض بتاع الإناث، ده بيقلل الإنتاج عندنا، بيذيب الدهون اللي هي خاصة عند فتحة المجمع اللي هي ممكن تخلي النتاية فعلا ما تبيضش. يعتبر مهدئ للحمام ويزيل التوتر والتشنجات. ساعات كده بنلاقي الحمام بتاعنا في تشنجات حركته سريعة باستمرار. السمسم ده يعتبر من المهدئات القوية جدا بالنسبة للحمام. فدي كده حاجه انا ممكن ان انا اقدمها للحمام بتاعي. قرينا الفوائد بتاعتها العظيمه اللي هي ممكن تفيد الحمام بتاعنا، بتزود الخصوبه، بتزود الانتاج عندنا، بتزود من وزن الزغاليل. فليه ما اشتريش حاجه زي كده؟ ابعد عن الادويه والتحصينات اللي هي ممكن تكون ثمنها غالي في التوقيتات اللي احنا فيها دي. طبعا ممكن اقدم اضعف الحلول للحمام بتاعنا، انتج باستمرار وفي نفس الوقت ازود الخصوبه وازود وزن الحمام، زائد ان هي ليها فوائد عظيمه جدا مع الحمام بتاعنا.
السمسم من اهم الحاجات اللي هي طبعا بتعتبر من المكملات الغذائيه اللي احنا قريناها مع بعض. السمسم مفيد جدا جدا للحمام، فلازم ان احنا نقدمه باستمرار على الكلفه عشان نفيد الحمام بتاعنا ونزود الانتاج عندنا. وبكده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.